يارا لها جارة استكترت عليها الحياة وسرقت عمرها. البنت اللي عندها 8 سنين ما عملتش أي حاجة في الدنيا، بتلعب في الشارع مع أصحابها. بس جارتها شافت في ودانها الحلق، فخططت إن هي تاخده منها. بس إزاي؟ دي البنت كبيرة وهتعرف أهلها. الحكاية بدأت لما يارا كانت بتلعب واختفت، ولقوها مقتولة وملفوفة في ملاية فوق سطح الجيران. وبعد فحص الكاميرات قبضوا على الجارة المنقبة للأسف، اللي اعترفت وقالت إن هي كانت محتاجة للفلوس، وشافت يارا بتلعب والحلق في ودانها، وخططت إزاي تستدرجها. اشترت كورة وخلت يارا تلعب بيها، ولما دخلت البنت خنقتها. قالت إن البنت كانت بتقاوم، بس أنا ما سبتهاش لغاية ما خلصت عليها. الأمن شك إن يكون معاها حد بيشاركها من الأسرة. الطب الشرعي فحص ضوافر البنت عشان يعرف هل الست دي لها شركاء في البيت ولا لأ، بس ملقوش غير أنسجة الجارة بس. تم إحالتها لمحكمة الجنايات. الأمهات اللي بتلبس بناتها حلق، هو أنت ما سمعتيش عن الجامع اللي الصندوق بتاعه اتسرق؟ لو معتبرها فلوس بتشيليها لها، حطيها في دفتر توفير وبلاش تعرضهم للخطر. الجريمة دي كانت في محافظة الشرقية، في قرية أولاد صقر. وما تنسوش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك مع جريمة تانية ومجرم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.